الرحيم. الحضور الكريم، أهلا ومرحبا بكم في هذا اليوم الذي يحمل بين ضميراته أجمل معاني الفخر والامتنان. يوم تزين فيه قلوبنا قبل كلماتنا، يوم نرفع فيه رايات العرفان والتقدير لكل من جعل العطاء أسلوب حياة، ولكل من جسد الأمومة قولا وفعلا. ومن داخل هذا الصرح التربوي العظيم كلية التربية الرياضية للبنين بالإسكندرية نحتفل اليوم بأيقونات الإنسانية والمعين الذي لا ينضب، الأمهات المثاليات. وفي هذا اليوم المميز نرفع أسماء آيات الشكر والعرفان والتقدير لكل من رعى هذا الحدث العظيم وكان دوما مثالا يعتنى به القيادة الحكيمة. القامة العلمية الرائعة الأستاذ الدكتور أسعد الكيكي عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة هذه الكلية برعايته لهذا الحدث الإنساني العظيم. دكتور أسعد، إن وجودكم اليوم لا يعتبر فقط دعما معنويا للمكرمات، بل هو تجسيد لفلسفتكم التربوية التي تؤمن بأن الكلية ليست مجرد مؤسسة تعليمية، بل هي بيت وأسرة عمل تعمل على قلب رجل واحد. شكرا لسيادتكم برعايتكم الكريمة لهذه الاحتفالية التي نظمها نادي الكلية برئاستكم. كما يشرفنا أن نرحب بالأستاذ الدكتور مهاب عبد الرازق نائب رئيس مجلس إدارة نادي الكلية ووكيل الكلية السابق لخدمة المجتمع وتنمية البيئة وصاحب المسيرة الحافلة بالعطاء والقيادي الناجح. كما نرحب بالأستاذ الدكتور وليد سليمان أمين صندوق النادي ورئيس قسم التربية الرياضية بالكلية. كما نرحب بالدكتور السيد صلاح عضو مجلس إدارة النادي والأستاذ الدكتور حسن سعيد المدير التنفيذي للنادي. الأساتذة الكرام، نرحب بحضراتكم اليوم في هذا الحدث المميز معربين عن فخرنا واعتزازنا بوجودكم جميعا. عظيمات مصر، الأمهات المثاليات، نجدد الترحيب بكم. نماذج مشرفة أضاءت سماء الكلية بعطائكن الخالص. تحية إعجاز وتقدير لحضراتكم ولكل أمة حاضرة بيننا. والآن مع كلمة الأستاذ الدكتور